مرحله التلميع من جوه دي لوحديها لازم يكون معلم. اللي احنا بنعمله بفضل الله يقعدوا 50 سنه عقبال ما يتعلموه. الحمد لله بفضل الله احنا ملقبين في الصنعه دي برجال المهمات الصعبه. اي شغلانه صعبه بتيجي هنا. ليه يا عم حسن؟ ليه بتقول كده؟ الحمد لله متميز من وانا صغير. الحمد لله بفضل الله متميز، حتى كنت في الصبيان كنت متميز بفضل الله. ربنا يديك الصحة. أنا طبعا بنكشك. أنا من البداية بقول إن شغلك ما شاء الله صعب، في شقة زيادة عن اللزوم. طبعا شقة قوي. دي طبعا حتة الصاج اللي احنا مسكناها صاج في الأول خالص. احنا كان في وقتها كانت لسه شمبر. تمام. ركبنا احنا القعر هنا واستعدلناه وصنفرناه. ورفعنا الشفه ديت وكده خلاص بقت حله. انت خدت المرحله دي رحت لحمتها في مكان تاني. يعني. المرحله في مكان تاني. حلو. مرحله اللحام وتركيب القعر والشفه اللي احنا عملناها. بس معقوله دي حته الصاج اللي كنا بنصورها من شويه؟ طبعا. يمكن عشان انا ما شفتش المراحل مش مصدق. لا صدق، احنا معروفين احنا ما بنضحكش على حد ابدا. احنا معروفين في مصر وخارج مصر. ما شاء الله عليك. الحمد لله بفضل الله. حتى لما كنا بنسافر كانت الناس بتحفى عشان تسافر، واحنا كانوا يجوا يدفعوا لنا هنا قبل ما نمشي. عشان تسافر تعمل شغل بره. عشان اروح معاهم، كنت رايح تونس او السعوديه او ليبيا يجي يدفعوا هنا قبل ما امشي. الناس بتتهافى يعني بتجري على السفر بتسعى عليه، وانا الحمد لله كنت بهرب منهم. يجوني هنا وبالسعر اللي انا عايزه، عمري ما قلت من كرامتي مع اي حد في الدنيا. احنا اتعلمنا على ايدين معلمين كانوا عمال الصنعه. المعلمين بتوع زمان غير المعلمين بتوع دلوقتي، اللي هم كانوا فعلا معلمين. النهارده مفيش معلمين. فقمت انت فاجئتني قلت لي ده الحجم المتوسط. ده المتوسط، فيه اللي بعديه واللي بعديه. معقول؟ المصفى الكبيره بتاعت الكشري. ده العمليه كبيره بقى. طبعا، والا ما كانوش جابوها هنا. تمام. يعني دي الحجم المتوسط. في بعد منها 3 4 مقاسات تاني. تعمل لها وزن قد ايه يا عم حسن؟ 16 17 كيلو. معقول؟ يوزن دلوقتي انا يعني بديها كمرحله تطوير بس. كمرحله تطوير يعني عشان مرحله نظافه بس. كمرحله نظافه بس. دي مرحله نظافه. مرحله التلميع من جوه دي لوحديها لازم يكون معلم. اللي احنا بنعمله بفضل الله يقعدوا 50 سنه عقبال ما يتعلموه. انت اتعلمتها في قد ايه؟ انا طول عمري دي شغلتي، ما عنديش شغله ثانيه غيرها. طول عمرك دي شغلتي، ما عنديش شغله ثانيه غيرها. ما عندكش حاجه غيرها. فما اعرفش اقول لك اتعلمتها في قد ايه، لانك طول ما انت شغال بتتعلم. ممكن يجي لك حاجه دلوقتي تبدا تتعلم من اول وجديد فيها. ما شاء الله. ادي الحله بره وجوه.